طيب انت ليه تتعب نفسك وتدور على حجر القمر وانت شاكك انك مش هتلاقيه اصلي؟ ومعاك حق مش هتلاقيه اصلي وقدامك الحجر القمر ده. واقول لك على حاجة كمان، استحالة هتلاقي حجر القمر سبحة كاملة ويكون طبيعي واصلي. ولكن يا صديقي قدامك اللابلادورايت، الجمال الرباني، ابو حجر القمر نفسه، اللابلادورايت او حجر الطاووس، علشان الوانه الجميله دي. وعلى فكره في منه الضي الاخضر زي كده والضي الازرق زي كده. هو من عائله الفلسبار، ويقال انه الاخ الاكبر لحجر القمر والمناسب لبرج السرطان جدا 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 جدا. وعلشان كده انا مش بس عملت لك السبحه القمر دي عدد حباتها 99 حبة بمقاس الحبات 8 مللي وبس، ده انا اضفت لك كمان حجر السلطانيت المهم جدا كمان للسرطان. لكن اضفتهم في ال99 بس علشان تبقى حاجة كده خاصة وسبيشيال. شايف لمعة الحجر عاملة ازاي؟ شايف الجمال الرباني؟ 99 8 مللي بوزن 80 جرام. اما انت لو من محبي ال33 حبة فاتفرج على التحفة القمر دي. 33 حبة 10 ملي. شايف حركة الحجر نفسها مع الفضة عيار 925 بوزن 50 لل33. تحفة ومضمونة وحجر طبيعي رباني غاية في الجمال. ضمان سرايا عابدين، أشوفك على خير.